أنا أود الإشارة إلى نقطة ربما مهمة جدا في طريقة تعامل وسائل الإعلام في العالم العربي وفي البلدان المغاربية مع ما يجري في أوروبا، وخصوصا بعد الانتخابات الأخيرة وصعود اليمين الشعبوي واليمين المتطرف. بطبيعة الحال ما حدث في فرنسا وإيطاليا وعدد من البلدان ربما يؤشر إلى أنه نوع من الزلزال. هذا صحيح إلى حد ما، ولكن يتعين أن ننظر للمشهد في أوروبا في كليته وفي شموليته، وعدم اختزال المشهد في الجانب المتعلق بالمواقع التي حصل عليها اليمين المتقدم، اليمين المتطرف، وهو في كل الأحوال وضع متقدم بحيث يشكل تقريبا القوة الرئيسية الثانية في البرلمان الأوروبي بالتوازي مع قوى اليسار الاشتراكي الديمقراطي. هذه نقطة مهمة للإشارة إليها في البداية. فيما بعد يبدو أن اليمين المتطرف والشعبوي أنه ضرب في فرنسا وإيطاليا ثم بدرجة ثانية في ألمانيا، يعني هذم ثلاث بلدان يشكلون حوالي ثلث مقاعد البرلمان الأوروبي، ولذلك فهذه البلدان الثلاثة تقريبا يقودون الاتحاد الأوروبي، ولذلك بالتأكيد أن هذا له مفاعيله. ولكن الأصداء متفاوتة، في فرنسا تجري انتخابات سابقة لأوانها، ولكن في ألمانيا لن يجري ذلك. في إيطاليا المتزعمة لليمين الشعبي وهي نفسها رئيسة الحكومة، ولذلك ربما بعض الأمور لن تتغير بشكل دراماتيكي. النقطة الثانية هي أنه بالتأكيد أنه في البرلمان الأوروبي سيكون لحضور اليمين المتطرف والمتزايد تأثيره على ميكانيزمات عمل الاتحاد، سواء فيما يتعلق بسير عمل اللجان أو بأولويات وأجندة عمل البرلمان، أو بطريقة أو باتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بقضايا حساسة مثل الهجرة واللجوء وقضايا الأمن التي تهم بأية حال بلدان المغرب العربي وشمال أفريقيا. هنالك بعد أيضا مرتبط بحضور اليمين المتطرف في هذا السياق، وهو أن رئاسة المفوضية الأوروبية والتي تشغلها لحد الآن أورسولا فون لاين، وهي من حزب المسيح الديمقراطي من ألمانيا، التجديد لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين سيكون إلى حد ما محكوم بالتحالفات الحزبية في داخل البرلمان الأوروبي، ولذلك يفهم في هذا السياق تلميحاتها ومغازلتها لكتلة ميلوني المحافظون الديمقراطيون، وهي كتلة يعني تضم حوالي أكثر من 70 مقعدا في البرلمان الأوروبي. ومن هنا ربما تظهر تحالفات جديدة في داخل البرلمان الأوروبي بين المحافظون وبين اليمين الشعبوي أو المتطرف، أو قسم منه على الأقل، في ظل ربما بقاء الكتلة الأخرى التي يتزعمها حزب التجمع الوطني الفرنسي وحزب البديل من أجل ألمانيا، أي الهوية والديمقراطية، كتلة أخرى في الواجهة. هذه إشارة تدل على أن عمل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية سيتحمل أعباء في المرحلة المقبلة، وبالتالي سيكون اليمين المتطرف له ثقل، سواء في توجيه سياسات تتعلق بالسياسة والهجرة أو غيرها، سياسة الهجرة أو سياسة اللجوء. لكن هنالك ملف شائك ومهم بالنسبة للأوروبيين ويتعلق بأمن أوروبا، وهو حرب أوكرانيا والعلاقة مع روسيا والتحديات التي تطرحها الصين وروسيا. هذا الملف اليمين المتطرف والشعبوي بشكل عام له مواقف متباينة في داخله، وله مواقف متباينة مع باقي مكونات المشهد السياسي داخل البرلمان الأوروبي وداخل الحكومات الأوروبية. وبالتالي فإن مثلا مسألة العقوبات على روسيا ربما تشهد مزيد من الجدل، وربما بعض الضغوط من بعض الدول الأوروبية التي يمكن أن تستخدم حق الفيتو، وأقصد الدول الأوروبية التي بات فيها اليمين الشعبوي أو اليمين المتطرف له ثقل أكبر. إذا نحن أمام مشهد هذا اليمين الشعبوي والمتطرف الذي لطالما كان يشكك
في مصداقية الطبقة السياسية وفي مصداقية الوحدة الأوروبية. الآن هو على المحك، هو في داخل ماكينة الاتحاد الأوروبي، فإما أنه سيستخدمها لتمرير سياساته وبالتالي يعزز فكرة ميكانيزمات الاتحاد الأوروبي، أو أنه سينزع نحو فرملتها من الداخل وربما وصولا إلى تفكيكها. هذا تحدي كبير يواجهه الاتحاد الأوروبي في مرحلة حساسة جدا، هو محتاج فيها لنوع من التضامن الأكبر، خصوصا فيما يتعلق بملفات السياسة الخارجية والدفاعية. السيدة سامية، أستاذة سامية، يعني سمعنا وجهة نظر الخبير الدبلوماسي الحصايري، سمعنا منصف السليمي للمستقبل.